بالبداية بنوزع كونسيلر على كامل الجفن، وبعدين بنحط لزقات على أطراف العين، وبفرشاية مفروشة بنحط بني كاشف على زاوية العين، وبعدين بنحط آي شادو أورانج على بقية العين. نرجع بنحط آي شادو بني كاشف على زاوية العين مشان نركز اللون، وبعدين بنحط آي شادو بني غامق كمان بنركزه على زاوية العين، وبعدين بنحط هايلايتر على مدمع العين، وبلاصق جليتر من NYX بنحط شوية على الجفن منه، وبعدين بنحط جليتر ناعم، وبآي شادو أسود بنرسم آيلاينر وبنسحبه لفوق. طبعا بعد ما شلنا اللزقة نضفنا تحتها، بقلم كحل أسود بنرسم جوات العين، وبعدين بندمج أطرافه بآي شادو عنابي، وبجل آيلاينر من إنكلود بنرسم آيلاينر، وبعدين بنرفع شوي الرموش، وبعدين بنركب الرموش. طبعا عم دخل الرموش الأساسية مع الرموش التركيب، وهي هي نتيجة العين النهائية. ننتقل للوك التاني. طبعا بنحط آي شادو بني على الجفن المتحرك، وبعدين بكونسيلر بنرسم خط الكسرة، وبآي شادو أبيض بنثبت الكونسيلر، وبعدين بنرجع بنضيف آي شادو بني على خط الكسرة، وبعدين بنرسم آيلاينر وبندمج أطرافه بهاي الطريقة. وطبعا على الأطراف بنحط آي شادو بني وبنرجع بندمج حتى نحصل على تدرجات ألوان، وطبعا بنرسم خط لاينر على زاوية العين. بعدين بنركب رموش رمش رمش بهي الطريقة مثل ما لكم شايفين، وبعدين بنحط مسكارة حتى تندمج الرموش الأساسية مع رموش التركيب، وبعدين بجل آيلاينر بنرسم آيلاينر على زاوية العين، وبعدين بآي شادو شمر نحاسي بنحط تحت العين، وعند مدمع العين بنحط هايلايتر، وطبعا ما ننسى نحط شوية هايلايتر عند مدمع العين وبداية العين. وهي النتيجة النهائية للعيون. لا تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة. يلا باي.